26 يناير 2001 عيد ميلادي. أنا اتولدت في اليوم ده، كان يوم جمعة. بمعنى آخر أنا حضرت كل أفلام بيكسار. عارف إن أول فيلم نزل 95، بس طفولتي كلها كانت بيكسار، يعني ما تبقاش ضيق كده. بيكسار كانت واحدة من الشركات اللي حطت حجر الأساس للأنيميشن، ورغم كده هي عدت بمراحل كتير. هنقسمهم 4 مراحل، وهنسمي المرحلة الأولى عصر وضع حجر الأساس من 1995 ل 2004. الحقبة دي هي اللي بنت اسم بيكسار. الرهان كله كان على الأفكار المجنونة اللي بره الصندوق. من غير كلام كتير علشان حلقة النهاردة هتكون طويلة جدا، نبدأ مع الفيلم الأول سنة 1995، توي ستوري. صراع الغيرة بين راعي البقر القديم وودي ولعبة الفضاء المتطورة باز يطير على قلب الطفل أندي، والرحلة اللي أجبرتهم يتصاحبوا علشان يرجعوا لبيتهم. يا جماعة الفيلم ده هو الأب الروحي للأنيميشن ال 3D، ورغم إن الجرافيكس بمقاييس النهاردة قديم، بس السحر في السيناريو. الفيلم لسه حي وممتع وما فيهوش دقيقة ملل. أنا ممكن أتفرج عليه عادي على فكرة. وبداية تاريخية لشركة كانت بتثبت رجليها عشان في سنة 1998 تعمل لنا A Bug's Life. نملة مخترعة فاشلة بتجيب مشاكل لمستعمرتها مع الجراد، فبتسافر تجيب حشرات سيرك بالغلط علشان يدافعوا عن المكان. الفيلم ده مظلوم يا جماعة، مظلوم تاريخيا ومظلوم جماهيريا، ومحشور بين تحفتين. ومشكلته انه نزل في نفس سنة فيلم آنز بتاع دريم ووركس، فالمقارنة ظلمته، بس يظل فيلم مسلي وكوميدي وفيه تتابع معارك حلو جدا في الاخر. نروح لسنة 1999 علشان ينزل توي ستوري 2. خلاص العلاقة بين وودي وباز بقت تحت السيطرة، ولكن وودي بيتخطف علشان يتباع لمتحف في اليابان، ورحلة إنقاذ باز وباقي اللعب ليه وسط شوارع ومحلات المدينة. ده من المرات القليلة جدا في تاريخ السينما اللي الجزء الثاني فيها بيكسر قاعدة الفشل وبيطلع أقوى من الأول. بيكسار وسعت العالم، دخلت دراما أعمق بكتير مع شخصية جيسي وأغنيتها اللي تقطع القلب، وفي نفس الوقت حافظت على الكوميديا. نروح لسنة 2001 مع العظيم مونسترز إنك، أو شركة المرعبين المحدودة. هي شركة توليد طاقة من عالم الوحوش، من صريخ الأطفال، بتتقلب رأسا على عقب لما طفلة صغيرة اللي هي بو بتدخل عالمهم بالغلط. هنا بيكسار وصلت للقمة. فكرة صياغة مخاوف الأطفال لشركة وموظفين فكرة عبقرية. وطبعا بالنسبة لينا الدبلجة المصرية للفيلم اللي كانت مع محمد هنيدي وحنان تركي وسامي مغاوري خلت الفيلم ده من التراث الشعبي عندنا. النسخة العربي أقوى من الأجنبي بمليون مرة. ومن هنا نروح للفيلم رقم 5 اللي هو فايندينج نيمو. رحلة أب سمكة بهلوانية خواف بيلف المحيط كله علشان يدور على ابنه الوحيد اللي اتخطف من غواص بمساعدة سمكة بتنسى اسمها دوري. الفيلم ده هو المعنى الحرفي للسهل الممتنع. جرافيكس المية وقتها كانت إعجاز علمي، وقصة مشاعر الأبوة والخوف الزايد على العيال لمست كل أب وأم في العالم. فيلم متكامل دراميا وكوميديا. ونروح لآخر فيلم معانا في العصر ده وهو The Incredibles 2004. عيلة من الأبطال الخارقين الممنوعين من استخدام قوتهم بأمر الحكومة بيضطروا يرجعوا للساحة علشان ينقذوا الأب والعالم. من غير مبالغة ده أفضل فيلم سوبر هيروز اتعمل في التاريخ، وأحسن من أفلام مارفل الحية. المخرج براد بيرد عمل توليفة عبقرية بين أكشن جيمس بوند ومشاكل العيلة الطبيعية من مراهقة وأزمة منتصف العمر. ومن هنا تنتهي المرحلة دي علشان تبدأ المرحلة التانية، العصر الذهبي والانفجار الإبداعي من 2006 ل 2010. هنا بيكسار تحولت من شركة كرتون لمدرسة سينمائية بتنافس على أوسكار أفضل فيلم كلاسيكي، علشان سنة 2006 تنزل لنا بكارز، عربية سباق مغرورة برق بنزين بتتوه في طريق ريفي قديم، وبتتعلم ان الصحاب واللمة اهم من كؤوس السباقات. انا بحب الفيلم ده جدا بصراحة، والفيلم ده تجاريا كسر الدنيا في اللعب والتيشيرتات. هو فيلم حلو ومقتبس من شوية افلام من هوليوود القديمة عن المدينة والريف، بس ارتباط جيل الالفينات بيه مخليه خط احمر. ونروح للفيلم اللي بعده وهو راتاتوي سنة 2007 برضه. فار عنده حاسة تذوق خارقة بيتحكم في شاب فاشل علشان يطبخوا سوا في أشهر مطاعم باريس. بصوا هو الفيلم ده حلو، بس بصراحة أنا بقرف منه. مين يصدق إن فيلم بطله فار في المطبخ؟ الفيلم ده رسالة لكل فنان وصانع محتوى إن أي حد ممكن يبدع مهما كانت خلفيته. ومشهد الناقد إيجو لما ضايق الخلطبيطة بصراحة سينما لوحده تدرس. ونروح للفيلم رقم 9 وهو والي
سنة 2008. إنسان آلي قديم مهجور على الأرض بينظف زبالة البشر، بيقع في حب آلية متطورة اللي هي إيف ويلحقها للفضاء. قمة الجرأة السينمائية. أول تلت ساعة في الفيلم ما فيهاش كلمة واحدة حوار، ومع ذلك بيكسار خلتك تعيط وتضحك مع حتة حديد مصدية. فيلم سابق عصره وبيحذر من التكنولوجيا والكسل البشري. ونروح للفيلم رقم 10 وهو أب سنة 2009. راجل عجوز بيربط بيته بآلاف البالونات علشان يطير بيها لأمريكا الجنوبية تحقيقا لحلم مراته المتوفية، ولكنه بيكتشف طفل كشافة رخم معاه. في أول 10 دقايق في الفيلم اللي بتلخص قصة حب كارل وإيلي من الطفولة للموت هي أعظم دراما صامتة في تاريخ السينما. الفيلم ده بيعلمنا إن المغامرة الحقيقية مش في السفر ولكن في الناس اللي بتشارك معاهم حياتنا. ونروح للفيلم رقم 11 علشان نلاقي في 2010 بيكسار منزلة توي ستوري 3. أندي بيكبر، بيدخل الجامعة، اللعب بتروح لحضانة محكومة من دب شرير، بيحاولوا يهربوا علشان يودعوا أندي. دي كانت المفروض تكون القفلة الأسطورية للسلسلة. مشهد المحرقة وهم ماسكين ايد بعض، مشهد أندي وهو بيسلم لعبه للبنت الصغيرة. الجيل اللي بدأ الفيلم ده من سنة 1995 وكبر مع أندي لحد سنة 2010 وعيط بجد. ومن هنا تخلص المرحلة التانية في عالم بيكسار السينمائي علشان تبدأ المرحلة التالتة، عصر التخبط التجاري والاستسهال، من سنة 2011 ل 2019. بيكسار بدأت تركز في الأجزاء التانية وحاجات كده علشان الفلوس. الابتكار قل كتير بس طلع منه تحف برضه. كارز 2 بتتحول السلسلة لفيلم جاسوسية عالمي، وبطل الفيلم بيكون ماطم الغبي بدون لف ولا دوران. ده أسوأ فيلم في تاريخ بيكسار. الفيلم اتعمل علشان يبيع ألعاب أطفال وبس، وفقد كل روح العمق الإنساني اللي كانت في الجزء الأول. والفيلم رقم 13 معانا هو بريف 2012. أميرة اسكتلندية متمردة بتحول مامتها بالغلط لدب، ولكنها بتدرك ده وبتتحرك علشان تنقذها. الفيلم شكله حلو بس تحسه فيلم ديزني تقليدي كده، مش فيلم بيكسار. ما فيهاش البصمة المجنونة بتاعتهم رغم انه كسب الاوسكار، بس بصراحة ما كانش يستحقها السنة دي. ونروح للفيلم رقم 14 وهو مونسترز يونيفرسيتي 2013. فلاش باك لأيام جامعة المرعبين وبداية خناقات شلبي وكرسي البعبع وصداقتهم في النهاية. فيلم لذيذ كوميدي بس ما كانش ليه أي لازمة بصراحة مقارنة بالجزء الأول، هو مجرد استثمار لنجاح قديم. ماشي، نروح للفيلم رقم 15 معانا سنة 2015 وهو Inside Out. Inside Out هو تجسيد للمشاعر الخمسة، الفرح والحزن والغضب والخوف والاشمئزاز، جوه دماغ طفلة بتمر بأزمة نفسية بسبب العزال لمدينة جديدة. هنا بيكسار رجعت تضرب نار. الفيلم ده عبقري لأنه بيبسط الطب النفسي وعلم الأعصاب في صورة كرتون. فكرة إن الحزن مهم في حياتنا زي الفرح علشان نتوازن، دي فكرة فلسفية عميقة جدا. والفيلم اللي بعده هو فيلم The Good Dinosaur سنة 2015. ديناصور خواف بيتوه وبيصاحب طفل بشري بدائي علشان يرجع بيته. الفيلم ده فيه أجمل خلفيات طبيعية مرسومة في التاريخ، تحسها حقيقية، بس القصة ضعيفة مكررة مملة، فيلم للنسيان بصراحة. والفيلم اللي بعده هو Finding Dory 2016. رحلة دوري للبحث عن أهلها اللي هي أساسا ناسية مكانهم في معهد أحياء مائية. فيلم تجاري ممتع فيه ضحك كتير بس ما بيضيفش حاجة جديدة لروعة فايندينج نيمو. والفيلم اللي بعده هو كارز 3 2017. برق بنزين بيكبر في السن وبيتعرض لحادثة وبيحاول يثبت للجيل الجديد انه متطور وانه لسه قادر ينافس. بصراحة الفيلم ده كان تعويض محترم جدا عن العك اللي كان في الجزء التاني. الفيلم فيه مرارة الكبر في السن وتسليم الراية للجيل الجديد، وقفل قصة ماكوين بشكل درامي وناضج. الفيلم اللي بعده هو كوكو 2017. طفل مكسيكي بيحب المزيكا وبينتقل لعالم الأموات في يوم عيد الموتى علشان يكتشف سر عيلته. الفيلم ده لو ما شفتوش فانت فايتك كتير. ألوان ومزيكا بتدوب القلوب وقصة عن الذاكرة والعيلة والموت بتخليك تعيط في الآخر. بصراحة أنا عيطت، تحفة فنية. والفيلم رقم 20 هو فيلم Incredibles 2 2018. مطاطية بتستلم المهام بره البيت ومستر انكريدبل بيقعد في البيت يربي العيال وبيكتشف قوة جاك. الأكشن فيه روعة، كوميديا فيه ممتازة، بس القصة مكررة وما فيهاش صدمة الجزء الأول. يعني قعدنا 14 سنة مستنينه فكنا طمعانين في حاجة أقوى. الفيلم اللي بعده هو توي ستوري 4 2019. ودي بيحاول ينقذ لعبة مصنوعة من شوكة بلاستيك.
اسمه فوركي، وبيرجع يقابل حبه القديم. الفيلم حلو كصناعة، بس سينمائيا هو بوظ القفلة المثالية بتاعت الجزء الثالث. الفيلم اتعمل كأنه إضافة ملهاش داعي، مع إن نهاية وودي فيه كانت صادمة. ماشي كده، خلصنا المرحلة الثالثة من عالم بيكسار السينمائي، ودخلنا في المرحلة الرابعة، عصر الأفكار الفلسفية. من 2020 ل 2024 بيكسار بدأت تدخل في مواضيع معقدة جدا: أزمة منتصف العمر، الموت، الهوية، المراهقة الحادة، علشان تبدأ مع سنة 2020 بالفيلم رقم 22 Onward. إخوان ألفس بيحاولوا بالسحر يرجعوا باباهم المتوفي لمدة 24 ساعة، بس السحر بيجيب نص جسمه التحتاني بس. الفيلم بصراحة اتظلم لأنه نزل وقت كورونا والسينمات قفلت. فكرته غريبة، بس نهايته بتلمس أي حد افتقد حد غالي عليه، وعلاقة الإخوات ببعض مكتوبة بحرفية. والفيلم اللي بعده هو سول سنة 2020 برضه. مدرس جاز بيموت يوم ما بتجيله فرصة عمره، وبيروح لعالم الأرواح عشان يحاول يرجع للحياة بمساعدة روح رافضة تتولد. ده مش فيلم أطفال يا جماعة، ده فيلم لينا احنا ككبار اللي بنمر بأزمة هوية وأزمة منتصف العمر. الفيلم بيقولك إن الشغف مش كل حاجة، وإن متعة الحياة في تفاصيلها البسيطة: أكل بيتزا، تأمل ورقة شجر، قعدة مع صحاب. هو بصراحة فيلم عبقري وفيلسوف. والفيلم رقم 24 معانا اللي نزل سنة 2021 هو لوكا. وحوش بحرية بتتحول لبشر لما تطلع على البر، وبيعيشوا صيفية في إيطاليا وسط أحلام شراء فيسبا. فيلم خفيف ولطيف، مليان راحة نفسية وبساطة وألوان صيفية مبهجة. مش أعمق حاجة، بس هيديك طاقة إيجابية رهيبة يعني. والفيلم اللي بعده هو Turning Red سنة 2022. طفلة صينية مراهقة بتتحول لباندا أحمر ضخم كل ما تنفعل بسبب لعنة عائلية وضغوط من مامتها. فيلم جريء جدا بصراحة في طرح مشاكل المراهقة وتغييرات الجسم والضغط الرهيب من الأهل. كوميديا فيه سريعة وشبه جيل التيك توك والأنمي كده. ونروح مع المصيبة اللي بعده، وهو مصيبة فعلا، فيلم لايتير 2022. الخيال العلمي ورا شخصية باز يطير الحقيقية ورحلته عبر الزمن والفضاء وإلى آخره. والفيلم ده بصراحة سقطة تانية لبيكسار. الفيلم بارد جدا ومفيهوش الروح الكوميدية أو الإنسانية، وفصل شخصية باز يطير عن عالم توي ستوري وخلى الجمهور ما يتعاطفش معاه، وفشل في شباك التذاكر. ده غير إنه كان بيناقش أعمال الحاجات اللي هي اللي مش كويسة دي، استغفر الله يعني. فيلم للنسيان. فنروح للفيلم اللي بعده وهو فيلم Elemental سنة 2023. الفيلم هو قصة حب مستحيلة في مدينة العناصر بين بنت من النار وشاب من المية. البداية كانت بطيئة والناس افتكرته هيفشل، بس الفيلم بصراحة نجح مع الوقت. الكيمياء بين الأبطال حلوة، والفيلم جواه رسالة مبطنة وجميلة جدا عن المهاجرين وتضحيات الأهل. والفيلم اللي بعده هو Inside Out 2 2024. دخول رايلي سن المراهقة وظهور مشاعر جديدة زي القلق اللي بيسيطر على دماغها وبيطرد المشاعر القديمة. بصراحة الفيلم ده رجع بيكسار لعرش الانيميشن وحقق اعلى ايرادات في تاريخ الرسوم المتحركة. تجسيد مرض القلق والبانيك اتاكس كان دقيق ومرعب لدرجة تخليك تعيط. فيلم رجع هيبة بيكسار القديمة. في النهاية يا جماعة، بيكسار مش مجرد شركة بتعمل أفلام كرتون للأطفال تسليهم أو ياكلوا معاها بوب كورن. بيكسار هو الاستوديو الوحيد في العالم اللي قدر يخلي الكبار يعيطوا قبل الصغيرين. قدروا يجسدوا المشاعر والأرواح واللعب والحيوانات ويطلعوا منها دروس في الحياة هتعيش معانا العمر كله. مروا بفترة تخبط وأجزاء تانية تجارية، طبعا، بس هيفضلوا دايما هم المرجع الأول للإبداع في السينما اللي بتلمس الروح. قولوا لي بقى في الكومنتات، ايه أكتر فيلم البيكسار بيخليكم تعيطوا؟ وايه الفيلم اللي بيمثل طفولتكم؟ وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان الحلقة الجاية هتعجبكم جدا. سلام.